السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قناة الوعد الحق للرؤى وأقوال العارفين ترحب بكم. رؤيا منقولة. سمعت رؤيا قبل سنين من شخص، أتذكر منها بعض الكلمات، لكن وجدتها رؤيا مميزة. قال: رأيت القمر ينزل إلى الأرض ويوجد الكثير من الأموات، فشكى لوالده فقال: نعم، عندما ينزل القمر سيموت عدد كبير، لا أتذكر جيدا هو ثلث الأرض أم ثلثين، المهم أنه سيحدث موت كثير. محاولة لتعبير الرؤيا. نحسب الرؤيا تتحدث عن الإمام المهدي عليه السلام، فغالبا كما هو معهود القمر يشير للإمام عليه السلام، وبظهوره يظهر الدجال، ثم ينزل عيسى عليه السلام، وهذه الأحداث مرتبطة بموت ثلث البشرية كما جاء في الحديث عند مسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون القسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهلكم، فيخرجون، وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج. وأيضا لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. إذن الأحداث مترابطة، وظهور المهدي يليه معركة طاحنة، وموت العديد قبل التمكين، وبعد أن يرى الدجال كل ما باناه ينسف يضطر للظهور. هذا والله تعالى أعلم. جاء في صحيح البخاري في باب من كذب في حلمه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. وفيه عن ابن عمر مرفوعا: إن من أفرى الفر أن يري عينيه ما لم تريا في المنام. وأخيرا أيها الزائر الكريم، لا تنسى الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.